السلام عليكم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده ان شاء الله الموضوع اللي هنتكلم فيه مهم جدا. ستات كتيره جدا 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 محتاجه تفضفض وتتكلم في الموضوع ده. هي في مشكله جات لي، لكن انا هتكلم في العموم، في المطلق، يعني لان ناس كتيره جدا عندها نفس المشكله. مش صاحبه المشكله بس اللي بعتت لي المشكله، لا، ده في ناس كتيره جدا بتعاني من الموضوع ده. لو مثلا واحده عايشه مع جوزها بيعملها وحش، بيضربها، بيهينها، بيزعلها، بيخنقها في حياتها، راحت اشتكت مثلا مع واحده او اتفضفضت مع واحده فبتقول لها اتطلقي، فهي بترد عليها تقول لها اتطلق ازاي؟ طب ولادي؟ هي في اللحظه دي بتنسى الضرب، بتنسى الاهانه، بتنسى العيشه اللي هي عايشه فيها، وبتفتكر حاجه واحده بس، هي ولادها. لما بيحصل انفصال بين الراجل والست، اللي بيشيلوا الهم واللي بيتأثروا واللي بيتعبوا واللي نفسيتهم بتتعب هي الأطفال، مش الأب والأم نفسيتهم بتتعب، بس اللي بيتأثروا أكتر الأطفال، وبيتبهدلوا بين هنا وهنا، وبالأخص لو الأب والأم اتجوزوا بيتبهدلوا أكتر ما بين الأب وما بين الأم لو حصل انفصال. طيب، هي كده صح ان هي تستحمل الاهانه وتستحمل الضرب والعيشه الوحشه عشان ولادها؟ بصوا، انا هرجع واقول لكم في معتقدي انا، واللي انا يعني اللي بؤمن بيه، ان لو واحده ليها اهل وعندها ظهر وعندها سند، عندها اب وام واخوات، دول ظهرها وسندها في الحياه بعد ربنا طبعا. لو جوزها بيعاملها وحش، هي بتبيع كل حاجه وتسيب كل حاجه وبتاخد ولادها وبتطلق وبتروح تعيش مع اهلها. اهلها بيكونوا سندها وظهرها وكل حاجه، وبيعيشوا ولادها احسن عيشه، ومش بيخلوا ولادها محتاجين اي حاجه خالص 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 خالص. ويا سلام بقى لو الاب اللي هو زوجها اللي هو طلقها ده سابهم في حالهم، بيعيشوا عيشه كويسه جدا جدا. في الوقت ده هي ما بتكونش اصلا ما بتفكرش ان هي تتجوز تاني، او موضوع الجواز ده ما بيجيش في مخيلتها. عايشه عيشه مبسوطه مع اهلها، اهلها مريحينها اخر راحه، في بيت هي موجوده فيه، ولادها بيروحوا مدرسه بيتصرف عليهم، هي خلاص هي مش شايله هم اي حاجه خالص. ماشي. في واحده تانية ممكن يكون لها اب وام واخوات لكن مش حنينين. ممكن الاب يقول لك مثلا انت بنتي وعلى راسي، والام تقول لك ايوه انت بنتي وعلى راسي، لكن ولادك لابوهم، يعيشوا مع ابوهم. احنا مش هنصرف على عيال حد غيرنا، احنا هنصرف عليك انت بس، لكن احنا مش هنصرف على عيال حد غيرنا. فبتضطر في الوقت ده ان هي تستحمل ان هي تعيش مع جوزها، وان هي تبقى في وسط ولادها مع انها بتتضرب وبتتهان وبتتعامل معامله مش كويسه خالص. في مفيش اب وام بيبقوا موجودين، بيبقوا متوفيين. في اخوات ممكن يكونوا الاخوات حنينين، يبقوا ظهرك وسندك وحياتك، وانتي تعالي واحنا نقف لك، ويقفوا له ويقفوا لجوزها، يا يخلوه يتعدل، يا لما تعدلش لا احنا هنطلق اختنا، احنا عندنا اختنا دي اهم حاجه، وراحت اختنا، وياخدوا اختهم وولاد اختهم ويعيشوهم احلى عيشه وما يخلوهمش نفسهم في اي حاجه خالص خالص خالص. ويا سلام بقى لو هما متجوزين ستات محترمين، هيشيلوا اختهم دي فوق راسهم، يعني مش هيعاملوها وحش، ومش هيخلوها ان هي تكره حياتها ان هي اتطلقت اصلا. في بقى اخوات هيقولوا لك احنا ملناش دعوه، كل واحد بيشيل شيلته، احنا ملناش دعوه. فبتضطري برضو ان انتي تعيشي مع جوزك وتستحملي الاهانه وكده. لو انتي بقى، نيجي بقى للاهم، لو انتي واحده موظفه بليكي راتب شهري، عندك بيت، يعني انت واحدة متأمنة في بيت وفي شغل، تمام، برضو ساعتها بترفضي طبعا الإهانة، بترفضي الضرب، بترفضي العيشة كلها، وبتنفصلي وبتاخدي ولادك وبتعيشي في البيت اللي انت
بتاعك، وطبعا بتقبضي مرتبك وبتصرفي على اولادك والدنيا بتبقى تمام والعيشه تمام، ما دام انت مقتدره ان انت يكون ليكي بيت وبيكون ليكي شغل فيه دخل شهري بيدخل. ما فيش الكلام ده كله، تضطري برضه طيب تعيشي وتستحملي. انت واحده معاكي يعني انت خلاص مش قابله تعيشي في العيشه دي، مش حابه تعيشي في نفسيتك تعبت معاكي، بقى فلوس مهيئه ان انت تروحي تشتري بيت، تعملي لنفسك مشروع، تبني لنفسك حياه جديده، برضه بتنفصلي وبتروحي بعيالك والكلام ده كله. لو انتي طبعا واحدة انتي لسه ما خلفتيش، برضو بترفضي العيشة دي وبتروحي طبعا بترجعي بيت اهلك تاني لوحدك بطولك، بس بترجعي مطلقة. ممكن يحالف الحظ وربنا يعوضك بواحد احسن، بس في الوقت ده طبعا تأني الاختيار وما تستعجليش، واختاري واحد يكون كويس، اختاري واحد يراعي ربنا فيكي. انت طبعا بتبقي جربتي قبل كده ومش عايزين نعيد التجربة من تاني، فانت بتحاولي ان انت تختاري حد كويس تعيشي معاه بقية حياتك وما تنفصليش تاني. خلاص احنا جربنا خلاص. في بقى رسالة عايزة أوصلها للبنات المخطوبين. لما تكوني مخطوبة وخطيبك مش كويس أو بيعاملك مش كويس، بيعامل أهلك مش كويس، ما تقوليش أنا بحبه وتستحملي وترضي. لا يا حبيبتي، سيبيه. لما تسيبيه على البر أحسن ما تبقي واحدة مطلقة ومعاها عيال ويحصل مشاكل بينك وبينه. سيبيه وانتوا مخطوبين أحسن، وانتوا مخطوبين. في كده، ايوه في كده يا جماعه، في بنات بيبقوا مخطوبين واللي هم مخطوبين له ده بيبقى وحش جدا وبيعاملهم وحش جدا وبيعامل اهلها وحش جدا ووحش جدا معاها، وهي بتبقى بتحبه ومستحمله كل حاجه، واهلها بيفضلوا يقولوا لها سيبيه وهي بترفض طبعا ان هي تسيبه وبتكمل معاه وبتقاسي فيما بعد، وبتيجي بعد كده تشتكي لاهلها. اهلها بيقولوا لها اختيارك، انت اللي اخترتي، قلنا لك سيبيه، قلنا لك ابعدي عنه، وانت اللي رفضتي. فده اختيارك وكل واحد بيشيل نتيجة اختياره. في الاول وفي الاخر يا جماعة الجواز ده نصيب. الجواز ده عامل زي البطيخة، يا مش عارفين من جواها ايه، حمرا ولا قرعة، لكن هو في الاول والاخر نصيب، وبيبقى برضه اختيار. انت اخترتي، سواء انت اخترتي صح سواء ان انت اخترتي غلط، ده كان اختيارك. ممكن الاب او الاهل هما اللي بيكونوا مختارين العريس ده للبنت، فبعد كده لما البنت بتيجي تشتكي بيحاولوا هما يقفوا للعريس ده لان هما اللي كانوا جايبينه، وبيحاولوا يجيبوا لها حقها. لقوا ان الموضوع انتهى والزوج ده اتحسن وبقى كويس، خلاص الموضوع بيمشي والدنيا بتمشي. لقوا كده بيحصل طبعا انفصال. بس انا عايزه اقول لك على حاجه، حاولي لو انت مثلا الزوج هو بيعاملك مش كويس، حاولي برضو ان انت يعني تتجنبيه خالص. حاولي لو انت عندك اطفال تحاولي تتجنبيه، حاولي ما تتكلميش معاه وقت عصبيته، سيبيه ما تتكلميش معاه. طبعا بيحصل حوادث كتيره جدا 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 بين الراجل والست. انت مش حابب تعيش مع زوجتك، في مشاكل بينكم، انفصل بهدوء، انفصل بهدوء. مش بص، حاول حتى توفر لها وتوفر لولادك مكان ودخل شهري، وابعد امشي لو انت مش حابب تعيش معاها. انما الحوادث والحاجات اللي احنا بنسمعها الايام دي ربنا يبعدها عننا جميعا يا رب. الموضوع بجد يعني شايب الراس زي ما بيقولوا، ان كل واحد يجي يتخانق مع مراته يعمل فيها كده ويخليها تروح وتموت وتسيب اطفال والكلام ده كله. ما ينفعش الكلام ده يا جماعه. انت مش حابه تعيشي مع جوزك، اطلبي منه الطلاق. هو مش حابب يعيش معاكي، يطلقك. ما تعيشوش مع بعض غصب عن بعض، غصب عنكم. ما تعيشوش مع بعض غصب عنكم. كل خناقاتكم وكل مشاكلكم دي هتصب في نفسيه عيالكم. كل مشاكلكم مع بعض وخناقكم مع بعض اللي قدام عيالكم ده هيصبوا في نفسيتهم هم في الاول وفي الاخر.
اعرف ناس كتيره جدا جدا ما كانوش قادرين يعيشوا مع، يعني ستات كتيره مش قادره تعيش مع جوزها بسبب المشاكل والضغط النفسي والخناقات، وبينفصلوا وكل واحد بيشوف حاله والدنيا بتمشي عادي. في طبعا بينفصلوا وما بيسيبوش بعض في حالهم، بالاخص الزوج ما بيسيبش مراته في حالها وبيفضل برضو يديها برضو في خناقات وفي مشاكل. انت طلقتها وهي طلبت الطلاق يبقى هي مش عايزاك، مش عايزه تعيش معاك، هي مشكله. لكن المشكله لما جت انا فكرت فيها من ناحيه ان هو المشكله دي مش مشكلتك انت لوحدك، ده مشكله ستات كتير، واظن انا اتكلمت في كذا نقطه اهو. اظن ان الفيديو واضح وكلامي واضح كويس جدا، واتمنى باذن الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.